في إطار الاحتفال باليوم الصحافة الكردية الذي يوافق في 22 من نيسان، نظمت الهيئة المشتركة للكتاب والمثقفين الكرد في روجافاي كردستان ندوة حوارية في مركز اتحاد المثقفين في مقاطعة الجزيرة، وحضرها مجموعة من المثقفين والنشطاء السياسيين والمجتمعيين. وحملت الندوة عنوان الصحافة الكردية ما بين 2011 و2025 رؤى وتطلعات. وركزت الندوة على محاور رئيسية تتعلق بدور الصحافة والإعلام الكردي في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي، وواقع الإعلام الكردي والتحديات التي تواجه العمل الصحفي في إقليم شمال وشرق سوريا. كما ركز الحضور على ضرورة تعزيز دور الإعلام في توثيق الأحداث ومطالب الشعب الكردي، مشددين على أهمية تجاوز التحديات التي تواجه العمل الصحفي في روجافاي كردستان. طبعا هذا هو النشاط الأول اللي تقيمه الهيئة المشتركة للكتاب والمثقفين الكرد في روجافاي كردستاني باسم الصحافة الكردية بين عامي 2011 و2025 رؤى وتطلعات. يشارك فيها 4 صحفيين إعلاميين مخضرمين ذوي خبرة، هم الأستاذ محمد حسين أبو آلان والصحفية أبين شغموس والصحفية هابون عمر والصحفي دلوفان تشتو. المحاور تركزت على 3 نقاط مهمة. أولها كانت دور الصحافة والإعلام الكردي في الوعي السياسي والمجتمعي لدى الكرد في سوريا. كما ركزت أيضا على أهم التحديات التي تواجه الصحفيين الكرد في روجافاي كردستان، وكذلك هل هناك صحافة مستقلة أم أن الصحافة لا تزال تدور في فلك الصحافة الحزبية والخطاب الحزبي. بعد الانتهاء من المحاضرة أو الندوة التي حضرناها تمت مناقشة مع الحضور والجمهور، وكانت المداخلات فعالة وذات فائدة.